ايه رأيك بقى لما نعمل الميني كرواسو او المولتو مع بعض بطريقة سهلة جدا ويطلع معاكي مورق وزي ما انت شايفة كده. شايفة في منتهى الجمال والروعة، ومن غير بقى ما تقعدي تدي بونطة وتطبقي وتحطي في الفريزر ولا اي حاجة. وكمان عايزة تحشيه بالجبنة هقولك ازاي، ولو عايزة تحطي عليه صوص شوكولاتة زي ما انا بعمل كده برضو سهلة جدا. وشايفة طريقة التسوية هقولك عليها وسهلة برضو ولا اي حاجة. بس امشي على الخطوات زي ما انا عملتها وهيطلع معاكي في منتهى الجمال واحسن مني كمان. بصي هوريكي دلوقتي توريقته من جوه خطيرة خطيرة. هنفتح واحدة كده، هناخد قطعة منها كده وندوق ونسمي الله وهوريها لك. بصي بصي التسوية من تحت زي من فوق ومنتهى الجمال. بصي هنقول بسم الله اللهم بارك. روعة، شايفة التوريقة وشايفة هو جميل ازاي، خطير بجد. تعالي بقى نشوف مع بعض هنعمله ازاي. بصي عايزه تحشيه من جوه هقولك احشيه، بس انا الصراحه عملته كده ما رضيتش احشيه. تعالي اقولك بمنتهى السهوله والبساطه. اول حاجه انا جبت بيضه بدرجه حراره الغرفه و40 مللي من الزيت، زيت نباتي عادي جدا بس يكون ريحته كويسه وطيبه يعني. وهنزود عليهم 100 مللي من اللبن الدافي، اللبن او الحليب السائل يعني. وهنزود عليهم كيس من الخميره الفوريه، وكمان هنزود عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر او خميرة الحلويات او الايه خميرة الخبز. تمام. وبعد كده هنزود عليهم معلقتين من السكر، اي نوع سكر بس علشان نشغل الخميرة. وهنبدأ نقلب الكلام ده كله مع بعضه. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش بقى تعملي لي سبسكرايب وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، وعندي على القناة حاجات حلوة كتير، تابعيني وان شاء الله خير. بس يا ستي وضفت كمان عليهم ظرف فانيليا. لو انت بقى هتعملي جبنة، لو هتحشيه جبنة ما تحطيش الفانيليا، هتحطي بدلها رشة قرفة صغيرة. تمام. طيب هنيجي بقى لمعيار الدقيق. معيار الدقيق هتجيبي الكوباية المعيارية اللي هي 125 جرام، وهتبدأي تمليها بالمعلقة، بالمعلقة يا بنات علشان خاطر يطلع معاكي المعيار مظبوط. هنا ممكن بقى تحطي كوباية واحدة وتسيبيها وتغطيها وتستني عليها من 5 ل10 دقايق، وبعد كده تضيفي الباقي. بعد ما تقلبي الكوباية الأولانية كويس خالص تقلبيها وتسيبيها. لو عايزة تكملي عشان انتي مستعجلة زيي كملي، لو مش عايزة تكملي ممكن تسيبيها ال5 دقايق دول، وصدقيني هتديكي نتيجة مبهرة. هتبدأي تقلبي الكلام ده كله كويس جدا مع بعضه. انا هنا استخدمت 375 جرام من الدقيق بالظبط، وانا هسيبلك المقادير في صندوق الوصف. هحط بقى الكوباية التالتة وهبدأ اعجن بايديا. هنا احتاجت مني رشة واحدة بس كده من الدقيق. بعد ما بدأت اعجن كله حسيت ان ايديا لسه فيها تلزيق كده، رحت حطيت عليها معلقة صغيرة خالص من الدقيق. خلي بالك كل كمية دقيق مختلفة، يعني كل نوع دقيق سوري مختلف عن التاني. في دقيق بياخد سوائل اكتر، في دقيق بياخد سوائل اقل. اهم حاجة بقى ان احنا بعد ما نخلص ونخلي الدقيق يمتزج مع المكونات السائلة، هنبدأ بقى ننزله ونعجنه كويس جدا. يا اما تعجنيه في البولة زي ما هو، يا اما ترفعيه على الرخامة وتبدأي تعجني. لازم تعجنيه كويس جدا، دي خطوة مهمة جدا يا بنات. العجن مش اقل من 7 8 دقايق، اكتر يبقى افضل يعني. كل ما تعجني كل ما تكون هي معاكي العجينة ناعمة وكويسة جدا وترتفع معاكي ويشتغل فيها مادة الجلوتين وتديكي عرق وتبقى حلوة. تمام. زي ما انت شايفة كده يعني انا بعجنها على قد ما اقدر، انا ما بحبش العجين انتوا عارفين. بعد كده هنزلها بقى على الرخامة. انا هنا بختبرها بشوف هي تمام ولا لسه، لا هي لسه عايزة تتعجن كويس.
وهبدأ بقى اقطعها واسيبها ترتاح حاجة بسيطة، مش هسيبها ترتاح عشان هتخمر، خلي بالكم، يعني ما تسيبهاش لما تخمر، لا، انا هسيبها بس ترتاح حاجة بسيطة عشان اعرف افردها. طبعا لما تيجوا تقطعوا ما تقطعوش زي كده بالسكينة علشان ما تعوروش ايديكم، يا ريت يكون بقطاعة وخلي صوابعك بعيد عن التقطيع. تمام، خلاص اهو احنا عملناها كور. هنبدأ بقى نحطها في طبق او في بولة، ونبدأ بقى نجيب اول كورة ونفردها. اول كورة احنا كورناها وشلناها هي دي اللي هنجيبها ونفردها. هبدأ بقى هنا افرد كده، اوسع لنفسي عشان اعرف افرد. عشان انا عايزة افردها على قد ما تقدروا، يعني تفردوها بيكون سمكها رفيع خالص، لان احنا هنعمل دلوقتي الايه التطبيق بتاعها، يعني احنا عايزين نخليها تورق. طب هتورق ازاي؟ هقولك بقى يا ستي. بعتذر عن صوت الدوشة والضوضاء اللي انا عاملاه ده. هجيب بقى طبق، خلاص انا هنا فردت على قد ما قدرت. هجيب بقى طبق هرفع بيه كده اللي انا فردتها دي، هفردها في طبق. لازم تكون حاجة مسلطحة كده. هنفرد في الطبق كويس جدا، وهنكون مدوبين نص كوباية من السمنة او الزبدة، اي حاجة انت تفضليها يكون طعمها كويس. عايزة تعمليه بالسمنة البلدي اعمليه، عايزة تعمليه بالزبدة اعمليه زي ما انت عايزة. مدوبينها مش مسيحينها، يعني مش عايزينها سخنة، لا هي يا دوب دايبة بس. هنبدأ بقى نمسح بالفرشة كده حاجة بسيطة خالص على وش السطح اللي احنا فردناه، على اول قطعة. وهنعمل كده في بقية القطع. هوريكي قطعة تانية اهو. هنجيب القطعة التانية ونحطها فوق منها، وكل قطعة هتفرديها هتحطي عليها طبقة من السمنة او الزيت. وهي دي التوريقة، ولا اكتر من كده ولا اقل. ولا تقعدي بقى تطبقي وتدخلي التلاجة وتطلعي تاني وتطبقي وتدي بنطة وتطبقي، لا لا لا، مفيش الكلام ده. هي خلاص اهي. هدخلها بس التلاجة، هديها بقى اخر واحدة اهي، هديها فرشة وهدخلها التلاجة تقعد نص ساعة او ساعة كده في التلاجة، تكون جمدت السمنة اللي فيها او الزبدة. وهنطلعها مع بعض وهنشوف هنعمل فيها ايه. هنا ما خدتش مني اصلا نص كوباية السمنة، تمام، نص كوباية الزبدة سوري. طلعتها هنا بعد نص ساعة خلاص اهي، ما شاء الله اللهم بارك. هنطبقها زي الظرف. فاكرين الظرف اللي احنا كنا بنعمله زمان؟ وهنبدأ بقى ايه، نبدأ بقى نفردها كده واحدة واحدة على قد ما نقدر. لازم تفرديها كويس، هي خلاص الزبدة جواها، ما تخافيش الزبدة مش هتطلع ولا اي حاجة، واشتغلي فيها وهي ساقعة. تمام، افردي بقى على قد ما تقدري. انا هنا كنت بشتغل فيها بحرص لان طبعا الدنيا حر وانا مش عايزاها تسيح، يعني عشان التوريقة بتاعتها تكون كويسة. خلاص اهو الحمد لله بقت مستطيل كبير. انا قسمته نصين، وهاخد بقى ايه الطروف دي واسويها واظبطها وابدا بقى اعمل مثلثات. اعملي مثلثات صغيره. انا هنا عملت مثلثات كبيره ورجعت عملتها مثلثات صغيره. انت اعملي من الاول مثلثات صغيره، وابداي ايه قطعي كده بقى واحده واحده. اللي يبوظ منك مش مشكله عادي، احنا هنلفه تاني وهنعمله تاني مستطيل، وبعدين ايه نشتغل بيه تاني. ما تقلقيش منه خالص. اي عجينه تبوظ منك اركنيها على جنب، وبعد كده لفيها كده وافرديها واظبطيها وطلعيها تاني مستطيلات. تمام، خلاص كده عملنا المثلثات اهو. هنعمل بقى الناحيه التانية كمان. المستطيل الكبير ده هنحوله مثلثات برضو، ونشيل اي زيادات معوجه عشان الشكل النهائي يكون كويس. هنا بقى ممكن انتي لما تخلصي المثلثات دي تكوني محضره بقى جبنه بالزيتون، محضره بقى شويه شوكولاته سبريد، اي حاجه. شوفي الحشوه اللي تعجبك، عايزه تعمليه ساده زي كده براحتك، دي حاجه ترجع لك انتي. هبدا بقى هنا هسيب مكان كده علشان خاطر ايه، ايوه هوريكي بقى هتقفلي ازاي المثلث ده. يا اما هتجيبي قاعده المثلث العريضه اللي تحت وتحطي فيها شوكولاته، يا اما هتلفي زي ما انا لفيت كده، او تحطي فيها الحشوه اللي انت عايزاها وتبداي تلفي.
هوريكي واحدة كمان. بتجيبي القاعدة العريضة وتلفيها على ايه، تفردي كده واحدة واحدة بايديكي، وبعدين تروحي لفة ولا اي حاجة، وتكوني محضرة معلقتين كبار من اللبن وعليهم معلقة قهوة سريعة الذوبان، وتقلبيهم مع بعض وترشي عليهم رشة فانيليا، وتمسحي بالفرشة وتسيبيه نص ساعة يخمر، وبعدين تدخليه في الرف الأوسط نص ساعة وهيطلع معاكي تحفة.